باسم المتساكنين حي الفتح. راهو بالنسبه للمتساكنين نظم إقامة سلم وسفير، راهو بالنسبة للمتساكنين نظم سواء المتجاورين جاوا نهبوا وحرقوا وعملوا اللي حبوا هما وخرجوا العائلات هذه اليوم الدولة هذه اش تقول؟ حقوق الطفل، حقوق المواطن، حقوق الطفل، حقوق المواطن. حبر انا وراك باسم هذا المتساكنين هاو اليوم منكم القرايه هاو تبغوا نتاعهم ولادي باش من الاخر راه جينا الحق، جينا قنبله ذريه، جينا الكرتوش، رانا موتى غاديك، نحن موتى ونحن موجودين على الارض نموت. باش يقولوا اكثر من اللي نحن موتى مستحيل. اليوم السلطات المعنيه تتوجه للرئاسه، تتوجه للولايه المعتمديه اللي هذا يقول لك ما عندي حتى معلومه، ما عنده حتى معلومه، لكن المعتمد ما عندوش معلومه، ما تدخلش الامن، ما يتدخلش الرئاسه، ما تتدخلش، لا ما ثم حتى سلطه تتدخل. نحن راهو باذن الله راهو المتساكنين هذه كلها يد واحده، موتى مع بعضنا، موافقين مع بعضنا، محروقين مع بعضنا. نحن حياتنا كامله للسن هذا ونحن محروقين. نحن رانا كيما نقولوا فيها نبحثوا عن لقمه العيش، ما ثماش، ما يهمناش فيها الاعانات هذه يزيدوها على ارواحهم. نحن الطلب نتاعنا الوحيد نرجعوا للديار اللي ساكنين فيهم والامن، ونطلب وزاره الداخليه اللي توجهنا لها من طرف الرئاسه كونوا ينظرونا بعين الاعتبار، يبعثوا معنا امن باش يحمونا. لحظه بس خليك تكلم. انتم طالبين ترجعوا لمساكنكم، شكون خرجكم من المساكن؟ اللي خرجونا حي مجاورنا هم. شنو وراء علاش خرجوكم؟ علاش خرجونا؟ اللي كون هما تراب الحي هذايا صارت اشكاليه صارت انا شنو ذنب؟ اظن شنو الذنب اللي عمل لي خلق ثم اجراءات قانونيه خرجت هزوه، اما غاديك الحاكم هو يتصرف معاهم، مشكلته هو مش مشكله المواطنين هذه. شنو ذنب المواطنين هذه؟ عاد هما مش قلت لهم خلينا نموتوا الناس كلنا ونحن موجودين لهنا. راهو مش نقولها نتكلم على روحي، راهو كيما نقولوا فيها والله العظيم الا المعتمديه ما نحرقها دبش، من هز المعتمديه وندخل غاديك بدبش في المعتمديه.